معركة بالمنطق شبه مستحيلة، القوة العسكرية مش متكافئة، القوة الاقتصادية والدعم اللوجستي مش هو، الدول الداعمة مختلفة تماما، نوع الدعم نفسه وحتى حجم الدعم في فرق كبير. تحياتي، يا رب يومكم يبقى جميل. من بداية التاريخ ومصر بتحارب، كل عصر بيكون فيه مقاومة شعبية بأسلحة وبوليس سري وفدائيين. وعشان نكون أكتر توضيحا وندخل في صلب الموضوع، مصر من تاريخ 1882 لحد 1952 بتناضل بكافة أطيافها ضد الاحتلال الإنجليزي، وقعدت 3 سنين بس في وسط المدة دي كلها من غير حرب. وبعدين في 1956 حصل العدوان الثلاثي، وبعدين النكسة 1967 وحرب الاستنزاف، وبعدها حرب 1973 وانتصار أكتوبر العظيم. يعني تقريبا مصر كانت في حالة حرب مستمرة لمدة 91 سنة باستثناء 3 سنين في النص. لكن بعد انتصار أكتوبر جه وقت القرار المناخولي اللي كان كل العرب ضده، لكن الغرب كانوا في انتظار القرار ده وبمنتهى الشدة. وده كان بسبب محمد أنور السادات، من فلاح بسيط لضابط سائر على الاحتلال الإنجليزي لسجين لرئيس جمهورية ثم بطل الحرب والسلام. اتولد محمد أنور السادات سنة 1918 في عز عصر الاحتلال الإنجليزي، ودخل الكلية الحربية سنة 1938 ضمن أول دفعة كلها ضباط مصريين. وزي ما كلنا عارفين إن مصر في الوقت ده كانت تحت الاحتلال والحكم البريطاني، فلما اتخرج السادات من الكلية الحربية بدأ يشارك زي أغلب الشباب في حركات التحرير والاستقلال والنضال بشكل عام ضد الإنجليز. لكنه في سنة 1942 تم اعتقاله بتهمة التخريب. طبعا ده أي كلام اللي الإنجليز قالوه ساعتها، لأن كان شغلهم الشاغل إنهم يعتقلوا أي شاب بينضم للجماعات الفدائية أو أي تنظيم ثوري بيدعم الاستقلال زي أي احتلال الطبيعي يعني. لكن زي ما فترة الكلية الحربية كانت مفيدة جدا لمحمد أنور السادات، فترة السجن كمان كانت مفيدة ومهمة جدا في تكوين شخصيته العبقرية ودماغه الفذة. وفي سنة 1945 اتقبض على أنور السادات تاني بتهمة التآمر ضد الإنجليز، ودي الفترة اللي اتسجن فيها في الزنزانة 54 اللي اتكلم عنها السادات نفسه في كتابه البحث عن الذات. فترة السجن دي قرا فيها كتب كتير جدا في السياسة وفي الفلسفة والتاريخ، واتعلم لغة جديدة. هو اللي قال كده لما خرج من السجن، غالبا اللغة دي كانت ألماني تقريبا. وفي المعتقل درست اللغة الألمانية. أكثر ما شدني شدا وأنا أدرس هذه اللغة الأمثال التي تعبر عن القيم الأساسية في حياة الإنسان. لا أزال أذكر هذا المثل الذي يقول أن تحب وأن تحب لهي أعظم نعمة في الوجود. رجع تاني يناضل ويثور على الإنجليز والملكية، وفي سنة 1948 كان وعد بلفور اللي درسناه في التاريخ تحت عنوان وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. وطبعا منطقة الشرق الأوسط في الوقت ده زادت اشتعال وحروب قوية بنخسر فيها بني آدمين وفلوس وعمال وآلات وغيره من كوارث الحروب. كل ده ومحمد أنور السادات مستمر في نضاله. انضم أنور السادات لتنظيم الضباط الأحرار اللي كانوا زي ما احنا كلنا عارفين سبب رئيسي أو هم السبب الرئيسي في تخليص مصر من الاحتلال الإنجليزي والملكية، وإن مصر تكون دولة مستقلة بيحكمها مصري 100% وبيدافع عنها جيش مصري 100% لحد سنة 1952 لما اتحررت مصر وأصبحت جمهورية بفضل ثورة 52. محمد أنور السادات هو اللي قال خطاب الثورة بنفسه في الراديو سنة 52. إني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية. بعد الثورة تعين السادات في شوية مناصب زي عضوية محكمة الثورة وأمين عام الاتحاد القومي ورئيس مجلس الأمة لمدة 8 سنين، وده كان النسخة القديمة من مجلس الشعب بتاع دلوقتي. وبعدين سنة 1969 اتعين محمد أنور السادات نائب لرئيس الجمهورية لحد ما توفى جمال عبد الناصر سنة 1970، وبعدها تولى أنور السادات رئاسة مصر 17 أكتوبر 1970. بعد ما تولى أنور السادات الحكم سنة 1970 دي كانت الفترة الأصعب في تاريخ مصر الحديث، والفترة دي اتخذت فيها أكتر قرارات مناخولية اتخذت في تاريخ مصر العسكري كله، لأنه في خلال 3 سنين حضر مصر لأشرس معركة دخلتها سنة 1973 لاسترداد سيناء. معركة بالمنطق شبه مستحيلة، القوة العسكرية مش متكافئة، القوة الاقتصادية والدعم اللوجستي مش هو، الدول الداعمة مختلفة تماما، نوع الدعم نفسه وحتى حجم الدعم في فرق كبير. لكن خرجت القوات المسلحة المصرية عشان تثبت للعالم كله إن أرض مصر للمصريين مش للإنجليز ولا للكيان ولا لغيرهم، وإن القوات المسلحة المصرية قادرة إنها تنافس جيوش العالم لو تعرضت مصر لأي خطر من الاحتلال. وجات اللحظة المصيرية في حياة شخصية مصرية الشعب المصري عارفها كويس. بعد انتهاء الحرب واستقرار الأمور نسبيا، السادات فكر إن مصر بقى
بقالها 91 سنة في حالة حرب مستمرة، شبابها دايما بيناضل وبيستشهد، اقتصادها متعرض للانهيار بشكل مستمر، وبالتالي تم تخريب أسر كتير، يتامى وأرامل ومصابين، وتأخير سياسي واقتصادي وعسكري، جيش مستهلك ومنهك من الحرب المستمرة لمدة 91 سنة، معدات وذخيرة تقريبا قربت تخلص. الحقيقة ان مدن القناة يستاهلوا كل التحية والتقدير، عانوا كتير واهلهم تم تهجيرهم من بيوتهم. السادات كان شايف ان بلده تستحق الاستقرار والسلام عشان تقدر تبدأ تنمو وتنهض وتاخد هدنة من حالة الحرب المستمرة لمدة قرن متواصل تقريبا. دهش إسرائيل، إنما تسمعني الآن أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيسة ذات ومناقشتهم. Many people here in Cairo, it came as a shock. Sadat is running a risk in his willingness to go to Israel. Normally moderate newspapers in Jordan objected, Saudi Arabia objected, but he is going. وبدأ العالم كله يتكلم عن القائد المنتصر اللي بيتكلم عن السلام العادل والشامل لبلاده، السلام اللي مبني على القوة مش مبني على الضعف، اللي بيضمن حقوق شعبه واستقرار وطنه، وإنه يحافظ على أرض بلده من أي مخاطر. لكن الشارع العربي كان في حالة رفض تام، المصريين نفسهم كان لسه جواهم شعور بالانتقام اللي طبعا كان لازم يكون موجود. كلنا عارفين إن المصري لو ليه طار ما بيعرفش ينام. كمان جزء كبير من الدول العربية أو تقريبا كل الدول العربية بترفض، بالرغم إن أنور السادات منسيش القضية الفلسطينية وكان حاطط القضية الفلسطينية في أهم أولوياته، ودعا الرئيس الفلسطيني في الوقت ده، وكان من ضمن البنود حل الدولتين بشكل سلمي والاعتراف بكل حقوق الفلسطينيين والاعتراف بفلسطين كدولة عاصمتها القدس الشرقية. لكن الجانب الفلسطيني رفض المشاركة. نختلف أو نتفق، رفض الجانب الفلسطيني كان بسبب إن هم مش عايزين يفرطوا في ولا شبر من أرضهم، وده حقهم طبعا، لكن اللي ما كانوش عارفينه ان هم لو كانوا شاركوا في الاتفاقيه دي وقتها كان بالفعل هيبقى في دوله فلسطين وعاصمتها القدس الشرقيه. فأنور السادات اضطر انه يكمل في مفاوضات السلام واصر على رايه، لانه كان عارف ان نهايه مفاوضات السلام هو الحصول على سيناء كامله، وان مفيش ولا شبر من الاراضي المصريه يبقى تحت الاحتلال الصهيوني. وفضلت المفاوضات على السلام شغاله في كل الجبهات لحد ما وصلنا لاتفاقيه كامب ديفيد وقرار السلام مع العدو الصهيوني الابدي واسترداد سيناء بشكل كامل واستقرار مصر وحاله سلام مستمره لاكثر من 50 سنه تقريبا. دلوقتي نسي فيهم الشعب في خلال ال50 سنه دي ان احنا كنا بنحارب، وان مصر قعدت 91 سنه في حاله حرب مستمره. لكن السؤال الاهم، ايه تاثير القرار المناخوليا ده على مصر وعلى كل الوطن العربي؟ الحقيقه ان القرار ده ما عداش خالص بالسهل، ثمنه كان غالي جدا. كان ثمنه ايه بقى القرار ده؟ 1. تعليق عضويه مصر في جامعه الدول العربيه لمده 10 سنين. 2. نقل مقر جامعه الدول العربيه من مصر لتونس. ده غير ان معظم الدول العربيه رفضت القرار ده واعتبرته خيانه صريحه، لدرجه ان اتكونت جبهه كامله اسمها جبهه الرفض، وضمت مجموعه من الدول العربيه زي سوريا وليبيا والجزائر والعراق واليمن وغيرهم. وبالتالي العلاقات الاقتصادية اتقطعت بين مصر وأغلب الدول العربية. لكن رد الفعل القوي ده لأنهم كانوا شايفين مصر والمصريين بصورة معينة، صورة الأمة العربية اللي مصر عمرها ما هتتخلى عنها، لكن ما عاشوش جوه حياة كل مواطن مصري وحسوا هو قد إيه بيعاني بسبب الحرب. 8 حروب متواصلة من أيام الاحتلال الإنجليزي، ومع مرور الوقت كتير من الدول العربية وقعت اتفاقيات مع الكيان بعد حرب 73 بسنين، لأن ما كانش حد ينفع قبل كده ياخد قرار بالجرأة دي، خصوصا إن القرار ده أكيد هيأثر على شعبيته بعد الانتصار العظيم اللي عمله في 73. ونكتشف بعد كده مستقبلا إن القرار ده كان ثمنه حياته هو شخصيا. سيدات والسادة، والحق أقول لكم إن السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على العدالة وليس على احتلال أرض الغير. لكن بعد مرور أكتر من 50 سنة على الحرب، القرار ده حقيقي كان في مصلحة مصر والمصريين دولة وشعب. وبعد مرور الفترة دي كلها فضلت مصر هي القائد في المنطقة والصوت الأقوى بإذن الله، ومفيش نهاية للتاريخ المصري. وعشان كده لو عجبتك الحلقة قول لنا في التعليقات مين أكتر شخص أخذ قرارات مناخوليا أو تصرف تصرفات مناخوليا تحب نعمل عنه حلقات. لو عجبتك الحلقة اشترك في القناة. تحياتي، يا رب يومكم يبقى جميل.